بتبدأ الحكاية مع آدم، راجل ناجح جداً وصاحب شركة برمجة كبيرة، ومعاه مراته ليلى، مصممة أزياء معروفة في الوسط الفني. الاتنين دول كانوا بيشكلوا كابل مثالي، يعني كل الناس كانت شايفة إن حياتهم قصة حب ما بتحصلش غير في الأفلام. في يوم كانوا في عرض أزياء كبير، وليلى كانت النجمة اللي الكل بيتفرج عليها، وآدم واقف في الكواليس عينه عليها ما بتتحركش. كان واضح إنه بيموت فيها حرفياً. بعد العرض خرجوا يتعشوا سوا في مطعم شيك، والعشاء كالعادة رومانسي جداً، شموع، موسيقى هادية، ضحك خفيف، جو حب على الآخر. لكن في وسط الجو ده ليلى فجأة سألت سؤال غريب جداً. قالت له: آدم، لو في يوم سيبنا بعض تفتكر ممكن تروح لمين؟ آدم ضحك وقال: إيه الكلام الغريب ده يا ليلى؟ أنا مش بحب غيرك وعمري ما بصيت على واحدة غيرك. لكن ليلى كانت مصرة، يعني ولا مرة حسيت بانجذاب لحد، حتى كده إعجاب بسيط. آدم ابتسم وقال بهدوء: ولا مرة، من أول يوم حبيتك وأنا حياتي كلها بقت ليكي. ليلى سكتت، بس عينيها كانت باينة فيها حاجة، كأنها عاوزة تقول له سر ومش قادرة. الليلة خلصت عادي وسافروا بعدها بكام يوم، بس تاني يوم الصبح آدم لاحظ إن ليلى مش على طبيعتها، سرحانة وبترد عليه بنص كلمة. سألها: في إيه يا ليلى؟ متضايقة من حاجة؟ قالت له: لا، مفيش، كله تمام. وسابته وسافرت على إيطاليا. قالت له إنها رايحة علشان عرض أزياء مهم. لكن بعدها بأيام قليلة الخبر نزل كالصاعقة: ليلى ماتت. آدم دخل في حالة صدمة وحياته كلها وقفت. حبه الكبير مات فجأة وساب فراغ رهيب. بنته جميلة حاولت تقف جنبه، لكن كانت هي كمان منهارة. وفي يوم آدم كان بيجمع هدوم ليلى علشان يديها لجميلة، لكن جميلة رفضت تاخدها وقالت له وهي بتعيط: خليهم عندك يا بابا، أنا مش قادرة ألمس حاجة منها. وبعدها طلعت من شنطة ليلى جزمة حمراء وقالت له: ماما كانت سايبالك الورقة دي. آدم فتح الورقة لقاها مكتوب فيها بس كلمتين: بحيرة كومو في إيطاليا. ما فرش قصده إيه، بس الورقة دي غيرت كل حاجة. رجع البيت وقاعد يدور في حاجات ليلى، فتح اللابتوب بتاعها والموبايل، وفجأة جت رسالة صوتية جديدة على موبايلها. آدم شغلها وسمع صوت راجل بيقول بنبرة شوق: وحشتيني يا ليلى، أنا مش قادر أعيش من غيرك، نفسي أشوفك. آدم اتجمد في مكانه. مين الراجل ده؟ هو بيتكلم كده ليه؟ وإيه علاقة مراته بيه؟ بدأ يقلب في صورها لحد ما لقى فولدر اسمه الحب، بس لما حاول يفتحه لقى عليه باسورد، فحاول يخمن، فشل. فتح فولدر تاني اسمه لندن، ولقى صور ليلى مع ناس كتير، بس اللي لفت نظره صورها مع واحد اسمه رامي. الراجل ده باين عليه قريب منها قوي في الصور. آدم بدأ يشك وقلب في الإيميلات بتاعتها، لقى رسالة من رامي بيقول فيها: نفسي أشوفك يا ليلى، وحشتيني، فاكرة أيامنا الحلوة؟ الغيرة والشك ولعوا في دم آدم، وراح قابل رامي في الشغل وسأله بعصبية: إيه اللي بينك وبين ليلى؟ رامي اتصدم وقال له: آدم، أنا فعلا كنت قريب منها، بس مش بالطريقة اللي في دماغك. بس آدم ما كانش مقتنع. رجع البيت وقال لبنته: أنا شاكك إن أمك كانت على علاقة بحد. جميلة انفجرت فيه وقالت له: عيب يا بابا، ماما ما تعملش كده، إزاي تقول عليها كده؟ لكنه ما سكتش. وبعدها جات له رسالة جديدة على موبايل ليلى من نفس الراجل ده، بيقول فيها: أنا مش مصدق إنك سبتيني، إحنا بنحب بعض يا ليلى، ما تسيبيش قصتنا تموت كده. آدم خلاص النار ولعت جواه. جاب العنوان من خلال المهندسة التقنية اللي عنده في الشركة، ولما شاف العنوان: ميلانو، إيطاليا، نفس المكان اللي ليلى كانت رايحاه قبل ما تموت. سافر آدم فوراً، وفي ميلانو وصل للعنوان وفضل يراقب الراجل ده من بعيد. شافه بيضحك وبيسلم على واحدة وبيكمل حياته عادي كأنه ما عملش حاجة. آدم قرر يقابله وجهاً لوجه. دخل الكافيه اللي كان فيه الراجل ده ولقى ناس بتلعب شطرنج، فقرر يقعد مكانه في اليوم اللي بعده. تاني يوم الراجل دخل وآدم قاعد. آدم قال له: تحب تلعب؟ قال له: أكيد. قعدوا يلعبوا وبدأوا يتكلموا. الراجل قال إن اسمه رامي.
آدم طلب منه يتهجى الاسم، وفعلاً طلع نفس الاسم اللي في الإيميلات. بدأ رامي يحكي قصته وقال إنه حب واحدة من إنجلترا من 12 سنة، ست ليها في الموضة جميلة جداً وكان بيحبها بجنون. آدم بيسمع الكلام ومخنوق. مراته اللي عاش معاها 25 سنة كانت بتحب الراجل ده من وراه 12 سنة. وفي الوقت ده بنته جميلة بتسمع الرسالة الصوتية اللي في موبايل أمها، ولما سمعتها عرفت إن أمها فعلاً كانت بتخون أبوها. اتصلت بنفس الرقم علشان تتأكد، وسمعت صوت الراجل وهو بيقول: ليلى، ليه ساكتة؟ سمعاني؟ فقفلت السكة وهي منهارة. آدم فضل يقابل رامي كذا مرة، ورامي فضل يحكي عن حبيبته ليلى من غير ما يعرف إنه بيتكلم مع جوزها. بيحكي له تفاصيل كل رحلة وكل مرة كانوا بيقضوها سوا. آدم كان بيربط الأحداث وكل كلمة بتكسر فيه أكتر. وفي يوم رامي قال له جملة وجعت قلبه: الست دي زي الحصان اللي ما يعرفش يسيطر عليها بتفلت منه. آدم اتعصب جدا ورمى الشطرنج على الأرض ومشي. وفي نفس الليلة رامي جاله اتصال من رقم ليلى، بس محدش رد. هو افتكر إنها رجعت تكلمه، لكن اللي اتصلت كانت جميلة بنتها علشان تعرف الحقيقة بنفسها. وفي اليوم اللي بعده رامي طلب من آدم إنه يقابله في العشاء، وقال له إنه هيعرفه على الست اللي بيحبها. آدم راح له، لكن لما وصل لقى رامي متزين لابس بدلة جديدة ومبسوط جدا، فاكر إنه هيقابل ليلى. آدم قعد جنبه وقال له بهدوء: آسف يا رامي، ليلى مش جاية. مش جاية؟ ليه؟ قال له لأنها ماتت، وليلى اللي بتحبها دي كانت مراتي. الراجل اتجمد في مكانه والصدمة كانت قاتلة. آدم قال له إن كان هو اللي بيرد على الرسائل مكان ليلى علشان يعذبه، وبدأ يحكي له إنها كانت مريضة بالسرطان ومخبية عليه، وماتت وهي رافضة تتعالج علشان شكلها ما يتغيرش. رامي قال له بهدوء: بس هي كانت عايشة بطريقتها، كانت حرة وبتحبك أنت كمان. الكلام دخل جوه أدهم زي السهم. بدأ يستوعب إنها فعلاً كانت بتحب الاتنين. رجع إنجلترا وعمل حفل تأبين لليلى، ودعا فيها رامي بنفسه. رامي وقف وقال كلمتين حزينين جداً عن حبها، وآدم كان بيكتم نفسه بالعافية. لكن لما جه دوره يتكلم بص الجميلة، شاف نظرة في عينيها قالت له من غير كلام: بلاش يا بابا. وفعلاً سكت وقال كلام بسيط ومحترم، وقال: جميلة هي اللي بقالي من ليلى، والباقي كله ذكريات. وفي آخر مشهد قاعدين هو وبنته في كافيه صغير، آدم قال لها: أنا عرفت كل حاجة عن مامتك، 12 سنة كانت بتحب راجل تاني. جميلة قالت له: بس كانت بتحبك أنت كمان وما قدرتش تختار بينكم. لو القصة عجبتك دوس لايك واكتب لي رأيك في الكومنتات، واشترك في القناة علشان ما يفوتكش الفيديو الجاي.